اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن صحه تم حال. وحشوني كتير قوي قوي، ربنا يخليكم ليا ويكبر بخاطركم يا رب ويسعدكم ويفرحكم ويفاديكم ويحبب خلق الله فيكم وينجح اولادكم يا رب ويكبر بخاطرهم يا رب ويجعلهم من الاوائل يا رب ويجعلهم كده مجبورين للخاطر يا رب. تعالوا بقى يا حبايب قلبي، فيديو نشاط بقى، نرجع يلا روتينات بعد العيد. ربنا يا رب يجعل ايامكم كلها هنا وفرح وسعاده يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا بقى فيديو حماس كده، فيديو تشجيع. انا عارفه ان الجو حر قوي قوي وما بيبصي ما بيساعدش ان الواحد يعني يقوم يعمل اي حاجه، بس لا قومي اتنشطي كده وان شاء الله ربنا يا رب هيجعل بصي في يومك كله بركه وهنا وسعد. وكل ما بتعملي حاجه كده كده ربنا بيجازيكي كل خير. طبعا مش بصي عشان بتعملي لولادك وتعملي لبيتك، لا ربنا مش هيجازيكي، بالعكس والله هيجازيكي لانك بتقومي وبتشتغلي وبتتعاوني وبتعملي كل حاجة عشان خاطر تسعدي ولادك وتسعدي جوزك وتسعدي نفسك. تعالوا بقى نشوف فيديو حلو كده النهارده. طبعا دوت الفيديو بعد العيد، خلاص كنا بقى خلصنا وعيدنا وكلنا اللحمه. كل سنه وانتم طيبين. وطبعا احنا ما خرجناش، يعني احنا من الناس اللي احنا ما بنخرجش، بس انا جوزي وعدني والله، قال لي يوم الجمعه ان شاء الله هنخرج كده خروجه حلوه، بس يعني اما نشوف، احنا خلينا وراه لغايه اما نشوف هيخرجنا ولا لا. فمرضيش يخرجنا في العيد، قال لي انا ما بحبش خروجات العيد عشان بتبقى زحمة وعشان بيحصل فيها حاجات وحشة. فخلينا احنا بعد العيد ان شاء الله في الرواقة كده، هاخدكم لكم فسحة عندي، هنقضي اليوم كله بره يا ستي، وكل طلباتكم في اليوم ده على حسابي. قلت له خلاص ماشي، حتى الاولاد قالوا له خلاص ماشي يا بابا، اللي انت شايفه صح اعمله. تعالوا بقى بصوا، هو طبعا كان نزل الشغل، ربنا معاه يا رب ويرزقه برزقنا ويرزقه يا رب كل من كان، ويرزق جوازتكم ويرزق اولادكم ويرزقكم يا رب برزقهم. طبعا دي حافظة العيد زي ما انتوا شايفين كده. كنت جايباها، هي بقالها عندي كده يعتبر عيدين قضيت بيها العيد الصغير. انا ما بشتريش الا مرة واحدة في السنة بس، وساعات ما بقدرش اجيب، خلاص ما بجيبش. لا دام عندي حاجة تقضي الغرض خلاص الحمد لله، فضل ونعمة من عند ربنا. ما تجيش على نفسك يا ست الكل وتضغطي في نفسك وتقولي لا ده عيد داخل عليا، لا لازم أنا اشتري لازم. يعني الناس اللي تيجي تلاقيني، يعني بص انا عايزه اقول لك حاجه، هو اللي هيجي عندك هيدقق انت الحافظه ديت كانت قديمه ولا جديده. بصي اللي هيجي عندك هيحس بالنظافة من غير ما تشتري حاجة جديدة. ازاي هيكون بيتك منظم مرتب نضيف؟ مش شرط والله العظيم، يعني انا ممكن يكون عندي سجاد بقاله كام سنة عندي وحافظات، بس بغسله غسلة حلوة كده، والله كل اللي يخش يقول لي ما شاء الله نضيف وجديد وحلو، ما بيبانش اللي هو قديم. انت ايه طول ما ايدك في الحاجة والله العظيم الحاجة هتبقى جديدة عندك. وانا عايزة اقول لك حاجة برضك، لو انت جايبة حافظة جديدة حافظة عليا يا ست الكل، يعني انا عن نفسي العيد خلص اهو، بروح شايله الحافظات اللي انا خايفه عليها او الجديده بالاصح، واغسلها غسله حلوه كده زي ما انتوا شايفين و... وبعد كده اشيلها. تيجي مناسبة يجي عيد تاني ومعيش اللي انا اشتري، خلاص عندي. مش شرط، يعني الناس مش هتعلمنا بالحفظات ولا هتعلمنا بالايه، بالحاجات اللي احنا بنحطها. اهم حاجة استقبالك الحلو، اهم حاجة بيتك يكون منظم ومرتب وريحته حلوة كده، الناس تخش كده تحس ان هي يعني يعني قلبها فرحان كده ويعني بصي اكنه داخلين، يعني اقول لك اللهم صل على سيدنا محمد، مكان كده كده بيبقى في اشتياق بينكم وبين بعض. فوالله العظيم ما حد هيدقق ده، بص اكنه داخلين بيت دافي كده، بيت كله حب كله خير. استقبالك حلو لضيوفك، ده اهم حاجه. لكن تقولي لي بقى انا عايزه حافظه انا عايزه سجاد، عايزه اقول لك برضك لو انت نفسك تجددي او نفسك تغيري ممكن تعملي مع نفسك جمعيه. ازاي يا مرودي؟ بص يا ست الكل، طبعا انت ربنا يكرم جوزك يا رب ويرزقه برزقكم، بيديكي مصروفك ايا كان بالاسبوع باليوم الشهري. يا ستي بصي لسه قدامك من هنا للسنه الجايه ان شاء الله كده يكون ايه سنه عدت علينا بخير وهنا وسعاده يا رب، ربنا ما يجيب حاجه وحشه. يا ستي ابدأي من دلوقتي، عيني كل شهر 100 جنيه، عقبال ما السنة تلف وتدور تكوني عملتي مبلغ حلو قسما بالله. يعني ما شاء الله ممكن تعملك 1500، ولو انت في مقدرتك تحطي 200 حطي، حسب ما اقولها. طبعا احنا خارجين من العيد ومعانا العيدية يا بنات، انا عايزاكي تستغلي اي حاجة نفسك فيها. طبعا لو انت لميتي عيدية ونفسك في حاجة والحاجة دي غالية، طيب كملي عليها طبعا يا ست الكل، وما تيأسيش، ما تصرفيش في حاجات ملهاش لازمة. طبعا احنا لسه خارجين من العيد وعندنا كل حاجة، يعني بيتنا الحمد لله مليان خزين، مش هتشتري اي حاجة من بره.
حاولي تمشي على قد الخزين اللي في البيت، خلاص بقى أقلمي نفسِك، أنا مش هاشتري حاجة تاني، أنا بيتي مليان الحمد لله. حتى لو معاكِ فلوس باقية من فلوس الشهر، يعني ده أكيد يعني، لإن إحنا ما صرفناش يعني إيه، ما لحقناش نصرف، جبنا حاجات بس معانا برضُك عيدية ومعانا بقية الفلوس. حتى لو معاكيش، العيدية اللي معاكِ دي حوّشي عليها للسنة الجاية. نِفْسِك في حافظة، نِفْسِك في سجادة، نِفْسِك تغيّري تجيبي حاجات في المطبخ، رمضان داخل عليكِ، هتقولي هنحوّش من دلوقتي لرمضان، حوّشي من دلوقتي لرمضان عشان ما تبقيش مضغوطة، عشان ما يبقاش نِفْسِك في حاجة وبُصّي تبقي زعلانة اللي أنتِ ما جبتيهاش، وكده، كده معاكِ الفلوس حوّشي عليه. طول ما أنتِ بتحوّشي والله العظيم ربنا هيزيدِك بركة، وكل اللي نِفْسِك فيه هتجيبيه. خلاص أنا عن نَفْسي باعمل كده، أنا دلوقتي يا بنات معايا العيدية، طيب أنا نِفْسي أجيب الميكروويف، بس في نفس الوقت خايفة لا يكون ما لوش استخدامات، أو يعني زي قلته زي ما بيقولوا، ونفسي أجيب مبرد المياه. فأنتم شوروا عليَّ أنهي الأضمن وأنهي الأحسن، يعني أنهي اللي أنا هاستخدمه. فبصراحة بما ان التلاجة بايظة عندي وما بتسقعش الا كل فين وفين، نفسي اجيب المبرد. بس من ناحية تانية خايفة اولادي، لان انا معايا اولاد صغيرين، فخايفة يقعدوا يلعبولي فيه كل شوية ويغرقولي الدنيا ولا قدر الله يتكهربوا، فانا مش عارفة اجيبه ولا لا. وفي نفس الوقت الميكروويف ده يا بنات نفسي اجيبه، قسما بالله نفسي اجيبه. هتقولي هتعملي بيه ايه؟ هقولك مش عارفة، بس انا نفسي اجيبه. يعني مثلا صينية مكرونة بشاميل، مثلا العيش عندي يا بنات بحطه في الفريزر، وبابقى نفسي كده اما باجي اطلعه واقمره بيتحرق مني. نفسي اجيبه عشان برضك العيش احطه فيه يطلع سخن حلو كده. مثلا قرص، عامله قرص ومطلعه من الفريزر، عايزاها تبقى ايه لسه زي اللي خارجه من الفرن كده. فمش عارفه، شوروا عليا يا بنات، انا نفسي والله العظيم اجيب حاجات كتيره قوي قوي، ومش عارفه ابدا بايه ولا اعمل ايه ولا اجيب ايه. فمش عارفه، الله المستعان. المهم انتي الحقي يا ست الكل، حوشي من دلوقتي عشان اي حاجه نفسك فيها تقدري تجيبيها، تقدري تجدديها. نفسك في طقم سرير، نفسك في مفرش، نفسك في حافظه، نفسك في كوفرت، اي حاجه نفسك فيها تقدري تجيبيها. طبعا دخل جوزك ما بيسمحش انك تجيبي وتجددي منه، انت بقى شاطره وانت ست بيت شطوره، امال احنا بنوفر وبندبر ليه؟ عشان اي حاجه ناقصانا تجيبيها. خلاص تعالوا بقى ايه اللي مرجوعنا في قلب الفيديو. طبعا انا هنا كان عندي غسيل كتير، غسيل العيد وغسيل اللبس بتاع الخروج وغسيل البيت، بصوا كله مع بعض. انا عايزه اقول لك حاجه، لبس العيد ده يا ست الكل اول حاجه بيبقى لسه اول خروجه واول زهيه، زهوه ليه يعني كده، فحرام ما تغسليه في قلب الغساله. اول حاجه ممكن يكون عندك تيشيرت بيبهت زي اللي هيحصل دلوقتي معايا، هوريكي. بس الحمد لله يعني انا عارفه، لان لبس العيد ده اول غسله ده بغسله على ايدي. ليه بقى؟ اول حاجه بيبقى مش متسخ خالص، وبتغسليه على ايدك عشان لو في شغل، في خرز، في حاجات بتتشال، الغساله هتشيلها لك. دي اول حاجه. تاني حاجه لو في حاجه بتبهت برضو هتنزل عليه. فانا ايه، بنقط كده لبس الخروج كله اول غسله لي ده بيبقى على ايدي معروف. هتقولي لي اشغل الغساله واحط الاريال واحط المسحوق واغسله؟ لا، خدي بالك والله العظيم الغسالة ممكن أول، يعني كل لبس أول غسلة لللبس وتلاقي نتشت زرار، نتشت سوسته، لو في الأساور والحاجات اللي بتبقى متعلقة في دي نتشتها بوظتها. فحرام عليكي لبس عيد لسه يعني جديد لنج، وبعد كده ايه يعني اللهم صل على سيدنا محمد، اول غسله اغسليه على ايدك وبعد كده حطيه في الغساله. خلاص بس اتاكد ان هو ما بيبهتش، وتاني مره ابقي اغسليه يا ستي في الغساله. خلاص هنا طبعا ايه، انا نقدت الهدوم زي ما انتم شايفين كده، الهدوم الغوامق مليت الغساله وحطيتها تتغسل، قلت اغسل دوره على ايدي ودوره في الغساله. طيب هنا بقى كنت جايبه شقاره اريال، قلت اما افضيها، لان ايه كل ما اجي اخد اريال اخد من الاكياس، اخد من الاكياس. طب انا عندي غسيل غامق بحب احط له الاريال السايب ده، ما بيقولش حاجه يا بنات، يعني ده غامق كده كده بشويه اريال او برسيل جل هيتغسل معاكم يبقى زي الفل. انا جايبه الشقاره دي للهدوم الغامقه. خلاص انا فضيتها بقى، قلت ايه لا تيجي عليها ميه ولا حاجه، لان طبعا انا عندي الاولاد ما بيسقطوش ما شاء الله. فقلت اما افضيها واعينها في قلب الجردل، الوقت ما احتاج اخد ايه بالمقال اللي هو في قلب الجرد. خلاص وكان عندي سلك برده، كل ما بعوز حته قلت لا اما اقطعه بقى اقصقصه كده، وقت ما اكون عايزه حته الاقي الحته تطلع معايا بسهوله. دوت لبس العيد طبعا بتاع ولادي. في لبس جينز طبعا غسلته في الغساله لانه هو غامق، قلت ايه اغسله مع الايه، مع الغوامق. بصي الحاجه اللي بتبقى بيضه او اوف وايت زي ديت على ايدك كده يا ست الكل، شويه برسيل جل وكيس كلوركس او اي حاجه، بصي من الحاجات الحلوه اللي بتنضف دي. عامه هو اللبس كان نضيف،
لبسناه وخرجنا بيه عندنا وجينا قلعناه، يعني ما لحقناش ما شاء الله، رحنا وجينا كده ايه صد رد زي ما بيقولوا. هما جم يعيدوا علينا اول يوم واحنا رحنا نعيد عليهم انه ايه تالت يوم خلاص. زي ما انت شايفه كده بقى، امسكي على ايدك. انا عايزه اقولك على ايدك والله العظيم الحاجه بتنضف وزي العسل. الغساله على قد كده ما بتنضفش قسما بالله، والله العظيم ما بتنضفش. اول حاجه يعني عايزه تحطي حاجات ما تكونش متسخه قوي، خلاص يعني غوامق، حاجات ما فيهاش يعني مثلا لا تراب كده، الغساله كده. لكن الحاجات بقى اللي فيها بقع، حاجات بيضة، عايزه تبقى هدومك حلوه كده ومزهزهه، امسكي على ايدك واغسلي كده. طبعا انا مش عارفه اغسل في الحمام، لان طبعا الحمام عندي ضيق، فعملت على الحوض كده، قلت اما اغسلهم وانا واقفه ما كسلش عنهم، لان انا لو حطيتهم في الغساله ما شاء الله كلهم فواتح، ما تضمنيش ملايه تبهت عليهم، تيشيرت يبهت عليهم، بنطلون جينز يبهت عليهم. فعشان كده لميت كل الفواتح اللي هي هتتغسل على الايد وغسلتها على الايد. اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا بقى يا بنات، انا بالنسبه لحاجه الغسيل ديت انا بجيبها مره واحده في الشهر ماشي. لكن لو الزيت صابون خلص عندي بحاول ايه ان انا اجيب باستمرار، لان طبعا دعاك المواعين ده ما بنتفضش منه. بالنسبه للاريال خلاص انا كده ما عدتش هجيب اريال تاني. انا عندي الحمد لله كرتونه زي ما انتم شايفين، كنت جايبه كرتونه اختي وكنت جايبه الشكاره دي. الشكاره دي ما شاء الله هتقضيني شهر لوحده. طيب انا يا مرودي ما عنديش الا الشكاره ديت وعايزه اغسل بها الالوان، عادي حبيبه قلبي تحطي مكونات اضافيه معاها. مثلا انت ممكن تعملي خلطه بالشكاره دي، ممكن تجيبي كيس اوكسي ماشي مع كربوناته مع ملح ليمون وتقلبي ده كله مع بعضه، وقسما بالله بتاخدي كوبايه واحده تخلي لك بصي الهدوم دي زي القشطه. طيب ما عندكيش المكونات اللي انت هتحطيها على دي، بصي يا ستي قرور خام، بس خدي بالك وانت بتحطي، يعني مثلا شغلي الغساله الاول ودوريها بالقرور والمسحوق وبعد كده ابقى حطي الهدوم. يعني ما تحطيش الهدوم الاول وبعدين تنزلي بالايه بالقرور خلاص، وبرضك هينضف معاك ويبقى زي الفل. تعالوا بقى هنا التيشيرت بتاع ابني سبحانك يا رب، قلت لا اخليه اخر حاجه، كده كده هو غامق وكده كده ايه يعني ما فيهوش حاجه. والحمد لله اللي انا غسلته لوحده. واخر حاجه هوريكم دلوقتي الميه بتاعته. بصوا عايزه اقول لك وانا بشطفه الميه بقت نازله نازله زرقاء خالص، يعني الحمد لله كان بيبهت. فانا قلت لا اما اشطف الاولانيين الاول وبعد كده ايه احط لوحده. هو دي اللي انا بعمل حسابه يا بنات، ان ممكن ملايه تبهت اي حاجه تبهت، فخدي بالك هدوم العيد دي بالذات اي فواتح اغسليها على ايدك يا ستي. لو في هدوم غامقه ماشي في الغساله شغليها غسيل كده اهو لفة واحدة وبعد كده اشطفي على ايدك، ما تخليش العصارة تعصر، لان قسما بالله عصرة واحدة بس هتلاقي كل الحاجات اللي في قلب الهدوم وقعت. بصوا المية بقت عاملة ازاي. التيشيرت بيبهت اول غسله له طبيعي لازم يبهت. طيب انت مش عايزاه يبهت حطيه في ميه وخل قبل ما تغسليه. لو انت حسيتي ان البتاع ده هيبهت معاكي انقعيه كده قبل ما تحطيه على ايدك، ولا تحطي فيه اريال ولا تحطيه في اي بالغساله. حطي ميه وخل كده وسيبيه يتنقع ساعتين ثلاثه، بعد كده اغسليه يا ست الكل على ايدك. طبعا تعالوا بقى ايه التلاجة من العيد واحنا عمالين كل اللي يقابلنا حاجه نحطها في قلب التلاجة. بصوا الترمس في التلاجة وماء في التلاجة وبدنجان في التلاجة وكل حاجة في التلاجة. قلت لها لا تعالي بقى ايه اما اروقك شوية اشوف فيكي ايه. بصوا كان في كيسين لحمة برضك، بنتي كنا خارجينهم من الفريزر ونسينا ندخلهم تاني، وقلت لبنتي دخليهم فبالتالي نسيت. فانا قلت فحطيت في دماغي اللي هي حطيتهم، فجيت اما شفت الحمد لله يعني جيت في اللحظة الأخيرة كده لقيته، قلت يا لهوي بقى، أنا كنت لو استنيت عليه شوية كمان كان زمانه باظ وكان عمل ريحة. فاخدته كده يا بنات عشان قلت ايه اما ارجعه في قلب الفريزر تاني. طبعا هنا شوربة عندي من قبل العيد قلت لا اما ارميها، يعني حتى لو هي كويسة انا مش هستخدمها تاني. الحمد لله وقت ما اكون عايزة شوربة ولا اي حاجة اطلع فرخة اطلع كيس لحمة واعمل منهم يا بنات. خلاص انا عن نفس الشوربة لو قعدت اكتر من يومين في التلاجة برميها، ما بحبهاش خالص، بتخنق، بحس ان الاكل مش هيبقى حلو، هبقى قرفانة من الاكل. خلاص هنا برضو كان عندي خضرة ماشي من قبل العيد دهيت. برضو اصفرت عندي رغم ان انا غسلاها وحطها في قلب كيس، فقلت لا اما خليها للطيور برضو. وكان عندي كنافه برضو كنت مطلعاه من الفريزر يعتبر باظت، كانت عليها ميه، فالميه يعني عملت زي كتل في قلبها كده، قلت لا اما اتخلص منها. وهنا بقى البدنجان يا بنات هتقول لي عمل ليه كده، هقول لكم لان التلاجة بتعمل تلج. فبنتي كانت حاطه كيس
الكيس البتاع ده اهو لازق في قلب التلج، فبالتالي التلج كل في البدنجان فهسوده. يعني انا بقول لكم ان التلاجة خلاص يعني بصراحة قرفاني قرف السنين، فعشان كده بخاف احط اي حاجة فيها، اي حاجة ببقى خايفة عليها بحطها في الفريزر. اللهم صل على سيدنا محمد. قلت بقى اما انضفها والمعها كده بدل الهرج والمرج اللي في قلبها ده، كل ده ملوش لازمه يعني. اكتريه الحاجات كانت بايظه واكتريتها يعني خلاص طالعه للطيور، فقلت اخفها شويه عشان لو في اي حاجه يعني مثلا اكل فايض ولا اي حاجه احطها. طيب انا هنا بقى ايه، مش لاقيه مكان للحم يا بنات، مش عارفه بقيت لايصه والله العظيم ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، يعني الحاجه بتبوظ عندي من التلاجة، فانا مش لاقيه حاجه احطها في قلب الفريزر، مش لاقيه. حاولت ان انا اوسع مكان هنا ومكان هنا، ما شاء الله جوزي رصيصهم راسها، جوزي رصيصهم رصه ولا رصه المعلمين. فاللهم صل على سيدنا محمد، بقيت محتاره مش عارفه بقيت اعمل ايه. الفريزر هنا مليان وما شاء الله جوه مليان، وطبعا عندي لحمه هلا وخرق. بصوا هي اصلا كده كده كانت بره الفريزر، بقيت خايفه عليها، بقيتش عارفه اعمل ايه. فهضطر افتح بقى الفريزر الكبير والفريزر اللي هو التاني بتاع التلاجة، واشيل اي حاجة مجمدة واروح ايه حاطة كيسين الكيسين دول. تعالوا بقى هنا الحافظة كنت غسلتها خلاص ونشفت، ده كله في يوم واحد يا بنات، يعني انا ما باخدلكوش مقاطع كل يوم لا، ده كله في يوم واحد. طبعا الحافظة انا كنت غسلتها ويعتبر اللي هي ايه يعني ما شاء الله نشفت، انا كده كده بغسلها في الغسالة بتبقى ناشفة معصورة يعني ومجففة وكل حاجة. فلميتها زي ما انتوا شايفين كده. سامحوني بقى في المقطع ده ما عرفتش اصور عدل، لان كان في ميتم في الشارع، يعني قلت لابني حاول تصورني وانا بس بنشر الهدوم، بس للاسف كان في ناس قاعدين قدامنا كده قدام البيت بتاعنا على المصاطب قاعدين يعني رجاله وكده، بقيت يعني مكسوفه اخلي ابني يجيبني. فالمهم نشرت الهدوم زي ما انتوا شايفين كده اول باول. بصي انا عايزاكي تبقي شعله في قلب بيتك، ما تاجليش حاجه لبكره، يعني كل حاجه تعملها في يوميها. مثلا ما تقوليش لا خليني الغسيل بكره والنهارده اكل، لا استفادي باليوم، استفادي باليوم اللي ربنا بعتلك فيه صحتك سليمه، بعتلك فيه يوم حلو ما فيهوش مشاكل ما فيهوش نكد، لا استفادي منه واعملي روتيناتك واعملي كل حاجة نفسك فيها. وبصي انا عايزاكي ما ترقديش، يعني ربنا يا رب ما يجيب حاجة وحشة، ما ترقديش، لان انت لو رقدتي او كسلتي كل حاجة هتكتر عليكي. فليه يا ست الكل لا اتخلصي من حاجتك اول باول كده. وعايزاكي برضك لو معاكي بنوتة اشركيها معاكي، خدي نشري، اشطفي، اعملي عوديها والله العظيم. حتى لو هتغسل شراب علميها، قولي لها خدي اغسلي شراب، خدي لفي محشي، خدي بص عشان مصيرها تروح لبيت عدلها. وبعد كده لا قدر الله لو عملت حاجه غلط، يعني مثلا عملت اكل دلع عملت اكل حادق، هيجيبوا اللوم على امها يقولوا امها ما كانتش بتعمل، امها ما كانتش بتطبخ، امها ما كانتش شاطره. فعشان كده البنت طالعه مش شاطره، لا انتي ما تجيبيش لنفسك الكلام، عودي بنتك على كل حاجه وهي صغيره. يا رب لو هتعملي كوبايه شاي هتضرب لك شفشق طماطم، هتخرط لك بصلايه، بصي حبيبها في المطبخ قولها تعالي اقفي معايا، شوفيني وانا بعمل، قشري لي خرطي لي ملوخيه فصصي لي. بصي المهم طول فتره الاجازه دي خليها ايه يعني يعتبر تشيل عنك شويه. هنا بقى الغوامق زي ما انتوا شايفين، وهنا الاوضه الحمد لله يعتبر النظام ده جميل قوي قوي يا بنات، مريحني جدا والله العظيم عن الاول كانت الدنيا هرج ومرج.